السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حلقات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. بجد وحشتوني كتير كتير كتير. وبجد بشكر كل الناس اللي سألت عليا، شكرا جدا جدا. ده ان شاء الله الصابون البلدي اللي هنعمله مع بعض النهارده. حلو قوي اللون، كان ايه رأيكم بقى في اللون ده؟ تحفة. واللون ده برضو ما فيش يعني اجمل من كده، وعاملينه بأقل تكلفة. طبعا المكونات اللي فيه حلوة قوي قوي قوي، مش هنشتريه من بره بالشكل ده والحلاوة دي، بجد روعة يا جماله بقى. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل اي حاجه جديده انا بقدمها على القناه. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ بجد تحفه، روعه بجد الصابونه دي، يا ريت تجربوها وعاملينها باقل تكلفه. وهنشوف الرغوه بتاعتها مع بعض دلوقتي. اه يا حبايبي، هاخد اي صابونه اهي زي ما انتم شايفين، اوريكم الرغوه بتاعته. الرغوه بتاعته حلوه قوي، ناعم جدا. بصوا رغوته حلوه قوي قوي. بصوا لو واضح قدامكم في الكاميرا، بصوا رغوته حلوه قوي قوي اهي. يا ريت تجربوا الوصفه دي يا حبايبي، حلوه قوي قوي قوي. بصوا رغوته يا حبايبي حلوه قوي. بصوا بصوا رغوته بجد عاليه، بصوا جميله. بصوا يا حبايبي، انا جايبه كده حته سلكه بصوا رغوته عامله ازاي. بصوا زي ما انتم شايفين. لحظه، الرغوه بتاعته عامله ازاي، تحفه بجد. شايفين رغوته عامله ازاي، تحفه روعه بجد. اه يا حبايبي، زي ما قلت الرغوه كده، بصوا الاطباق كمان بتلمع ازاي، تحفه. ايه رايكم بقى؟ ورغوته عاليه قوي بجد زي ما انا وريتها لكم كده، تحفه. ايه رايكم بقى في الوصفه الجميله دي؟ تحفه بجد، يا ريت تجربوها. روعه بجد وباقل تكلفه. يلا بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدا الوصفه يا حبايبي، هنسمي كده الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معانا نص كوبايه من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. انا هجيب العلبه دي كده، طبعا تحطي في اي حاجه اهو، عشان هنحط فيها الصودا، وان شاء الله هنعمل احلى صابون بلدي مع بعض. بس قبل ما نبتدي يا حبايبي، انا بجد انتوا بجد وحشتوني قوي 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 قوي. وبجد بشكر كل الناس اللي سالت عليا ودعت لي. انا بجد انا حاسه ان انا ما عملتش بقالي سنين، يعني حوالي الشهر. انا تقريبا حوالي شهر ما عملتش، كنت تعبانه جدا. اول ما ربنا شفاني قلت لازم اعمل معاكم فيديوهات. بجد بحبكم في الله. هنبتدي بقى مع بعض الوصفه. انا اول حاجه حطيت نص كوبايه ميه، بعد كده معايا معلقتين من السكر، معلقه بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربونات بتاعه الطعميه، معلقه ملح طبعا. تمام، هحطهم كده في الميه عشان ادوبهم. اهو يا حبايبي حطيت كده السكر، يبقى معلقتين سكر، معلقه بيكربونات الصوديوم، معلقه ملح صغيره. لازم تدوبيها قوي علشان ما يكلكعش منك في الزيت. انا هحط نص ليمونه بس. تمام، بصوا الفوران عشان حاطه بيكربونات الصوديوم بيعمل فوران كده. كده يا حبايبي بقى انا حطيت نص الليمونه. طبعا انت لو عندك قشر ممكن تحطيه كده في الخلاط على شويه ميه وتضربيه. تمام اهو، انا هدوبه خالص وارجع لكم تاني. تمام كده يا حبايبي بقى، بصوا انا كده دوبته خالص اهو. تمام، بعد كده هجيب الصودا. عندنا احنا في مصر صودا او غطاس، في بعض الدول حجر تسليك المجاري، دي بوشار. هنحط لو ليها اسامي تاني ممكن تقولوا لي. طبعا تبعدي نفسك خالص عشان الابخره اللي فيها. دولك 6 معالق صودا. تمام، لو عندك شفاط كده افتحيه. لو اي اطفال جنبك طبعا ما تخليش اي اطفال عشان الريحه قاتله. اهو بصوا يا حبايبي، انا كده يا حبايبي هدورها خالص. لو نزلت اي نقطه على ايدك حطي خل، ما تغسلهاش بميه. شوفوا اللون بتاعه غير ازاي. تمام، انا هسيبه يبرد خالص وبعدين ارجع تاني اكمل معاكم الوصفه. انا سبت يا حبايبي كده الصودا بقى تبرد خالص. هنكمل الوصفه كده عقبال ما يبرد. تمام، دولك 3 مجات، 3 كوبايات من دي اللي انا عملت بيها الصودا. تمام، نفس المج لازم، او الكوبايه هي هي. تمام، ما تجيبيش كوبايه اكبر من التانية
انا حطيت بس كنت مليها على الاخر، تمام، على يعني بصي لغايه اخرها كده. ممكن ما تملاش، او ممكن تعملها لغايه الحرف هنا، بس انا كنت مليها لغايه فوق. عملت منها 3 كوبايات الا ربع، تمام. طبعا صفيتهم. هتجيبي مثلا منديل تحطيه على المصفى، او حته قماشه تكون خفيفه خالص، او فرده شراب تكون مش يعني مش بتستعمليها، وتحطيها تشيل كل الشوائب اللي على الزيت، تمام كده. وصفيتهم. بعد كده هحط نص مج كده من الصابون السائل اهو. اي صابون سائل عندك تحطي منه نص كوبايه، وهقلب كويس. بصوا الصابون السائل تقيل اهو. كده يا حبايبي قلبتها كويس. بعد كده بقى اجيب الصودا، طبعا تسيبيها لما تبرد، انا سبتها لما بردت خالص. لحظه واحده اهو. هحط الصودا اهي، وهقلب كويس. طبعا ادمجيهم كويس مع بعض. الوصفه بتاعتنا سهله جدا جدا. أنا طبعا هعيد تاني عشان لو اللي ما خدش باله. مش عايزه يا حبايبي حد يجي يقول لي انت بتكلمي كتير. انا بتكلمش كتير، بس علشان في ناس بتبقاش اخدت بالها لما بعيد تاني، فبيفتكر الحاجات اللي انا حطيتها. انا حطيت نص كوبايه ميه عليها 6 معالق صودا، بس قبل في الميه في الاول حطيت معلقتين سكر، معلقه بيكربونات الصوديوم، معلقه ملح صغيره، دوبتهم كويس. وبعدين حطيت 6 معالق صودا، وسبتهم لما بردوا خالص. دوبتهم وسبتهم لما بردوا خالص. بعد كده جبت 3 مجات الا ربع زيت. ممكن تزودي الزيت او تنقصيه، يعني ممكن المكونات اللي احنا عملناها كلها، لو انت عندك زيت اقل من كده ممكن تنقصي الكميه، عندك اكتر برضو زودي الكميه براحتك خالص، تمام. بعد كده اول سيبنا الصودا تبرد، جبنا 3 كوبايات الا ربع زيت، حطيت عليهم نص كوبايه من الصابون السائل. اول ما الصودا بردت حطيتها على الزيت، وبقلب كويس زي ما انتم شايفين اهو. كنت حاطه برده نص ليمونيه في الاول اهو. انا هقلبه شويه وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. بعد ما قلبته كويس زي ما انتم شايفين كده، انا هحط معلقتين نشا اللي هو الكورن فلاور اهو. ممكن تحط دقيق بداله اهو يا حبايبي. يبقى انا حطيت معلقتين النشا، وهقلب كويس. طبعا النشا حلو جدا برضو على الايد، بيدي كده نعومه للايد اهو، حلو قوي. انا هقلبه كويس وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، انا وانا بقلب بقى رحت حاطه كمان معلقه نشا، بقوا 3 معالق، تمام. اول ما حطيت بصوا تقيل على طول، ما احتاجش يلا ان انا اقلب ولا اي حاجه، يعني 3 معالق نشا بجد تحفه. اول ما حطيتهم البتاع الصابون تقيل على طول. انت كمان مثلا لو انت مش حابه تحطي نشا حطي دقيق، مش حابه تحطي خالص زي ما بقول لك في كل فيديو. لو عندك شفشق خلاط كده مش بتستعمليه للاكل، اضربيه فيه، هيتقل منك بسرعه جدا. هو كده تقيل كده خلاص، هحطه في العلب. الوصفه سهله جدا جدا. لحظه واحده بصوا اهو يا حبيبي. انا هحطه في العلب دي، اي علب عندك بقى، علب سيليكون، علب ممكن في صينيه، ممكن مثلا احط العلبه دي بتاعت زبادي اهي. اي علب عندك حطي فيها. مش حابه تحطي في علب خالص ولا في قالب سيليكون، ممكن تجيبي الصينيه وتحطي فيها كده اي كيس عندك، وتروحي صبه الصابون، تمام. انا بقى هصبه في العلبه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، انا فضيت في ال3 علب دول، لسه في الطبق تاني، بس انا هحط له كده لون ازرق، تمام. هحط اللون الازرق ده وفضيه في علبه تانية وارجع لكم يا حبايبي. بعد ما حطيت اللون الازرق على الصابون، حطيته في الكوبايه دول، كوبايات ورق، ودي علبه زبادي، تمام. العلبه دي ما اتملتش قوي، بس طبعا الصودا حولت اللون. انا مش عارفه بقى، اول ما ينشف هنعرف اللون بتاعه ايه، تمام. وطبعا هقول لكم هو قعد قد ايه، ان شاء الله هرجع لكم اول ما ينشف. ورجعت لكم بقى يا حبايبي بعد الصابون ما نشف زي ما انتم شايفين كده. ده اللي انا كنت حاطه فيه اللون الازرق، هو الصودا حولته كده بعد ما نشف للون الموف. لونه حلو جدا جدا.
انا تقريبا لو جيت يعني حبيت اعمل اللون ده مش هيطلع لي بالطريقه دي. بجد اللون جميل جدا جدا. هو كان الاول مديني لون تاني خالص اللي انتوا شفتوه في الفيديو، وبعد كده بعد يعني ما نشف لقيت اتحول اللون اللي هو الموف ده جميل جدا ونشف على طول زي ما انتوا شايفين كده. التلات علب اهم زي ما انتوا شايفين. وده الصابون التاني برضو نشف بسهوله جدا. كلهم انا عملته معاكم حوالي الساعه 12، الساعه 2 كنت بشوفه نشف ولا لا. لقيته ناشف، كان طري حاجه بسيطه جدا. الصبح لقيته ناشف خالص زي ما انتوا شايفين كده، حلو قوي قوي. انا بقى هطلعه معاكم عشان نقطعه. لحظه واحده. انا كنت بصوا يا حبايبي، انا ديك كنت بشوفها الصبح كده اشوفها نشفت من تحت، فلقيت طلعت بكل سهوله. حطيتها كده وتكيت عليها كده طلعت بكل سهوله. تمام اهي، بجد جميله جدا. بصوا تمام زي ما انتوا شايفين كده، هي طالعه بقى بالعلامات اللي فيها اللي هي في العلبه دي اهو. تمام، انا هنزلهم بقى كلهم وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي انا كده فضيت كل الصابون من العلبه اهي زي ما انتوا شايفين اهو. تمام اهو، جميل جدا جدا. دولك اللي كانوا في كوبايه الورق، حلوه قوي اهو. بجد روعه، بجد الصابون ده حلو قوي قوي. هنقطعه كمان مع بعض. لحظه واحده يا حبايبي. تقطعيه بقى طبعا، انت تقطعيه الاحجام اللي انت عاوزاها. تمام اهو يا حبايبي، انت بقى عايزه تقطعيه كبير صغير براحتك خالص اهي زي ما انتوا شايفين. ثانيه واحده هقطعه حتت برضو كده بالطول. لحظه واحده هقطعه وارجع لكم. اهو يا حبيبي قطعته كده، واقطع دي كمان. عايزه تقطعي قطعتين قطعه براحتك خالص اهو. اهو يا حبيبي انا فاضيه بس على حاجه تاني وارجع لكم. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الصابون البلدي اللي احنا عاملينه مع بعض ده؟ بجد تحفه، روعه بجد. ونشف على طول تاني يوم، بجد روعه. وعملنا من اقل من 3 مجات زيت مستعمل، عملنا كميه كويسه بجد. والمكونات اللي فيه حلوه قوي قوي قوي. احنا لو اشتريناه من بره مش هتبقى بالمكونات الجميله اللي فيه. وهيخلي لك الالومنيوم تلمع، بجد روعه في التنظيف. والاستانلس كمان طبعا. كل فيديو بقول لك لو في مثلا بقعه في اي هدوم، الصابون البلدي ده بجد هيقضي لك عليها تمام. حلوه قوي 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 في التنظيف. يا ريت تجربوا الوصفه دي، بجد روعه، حلوه قوي قوي زي ما انتم شايفين كده، بجد روعه. ايه رايكم بقى؟ ان شاء الله انا كمان هوريكم الرغوه في اول الفيديو. رغوته حلوه قوي قوي قوي، ان شاء الله هوريها لكم. وطبعا احنا عاملينه باقل تكلفه. انت لو مثلا عندك نص مج بس، يعني انت لو ما عندكيش مثلا كوبايتين 3، عندك نص بس ممكن تعمليه. في ناس دايما بيقولوا لي البوتاص غلي. هو كل حاجه غليت، مفيش حاجه رخيصه. فانت بس لو اشتريتي توم، توم بطاس، هتجيبيه مثلا ب10 جنيه. هتاخدي منه، لانك انت لو عندك نص مج زيت مستعمل اعمليه بمعلقه. يعني انت لو خدتي جبتي توم هيوفر معاكي طبعا. هتعملي توم على نص كوبايه زيت، يعني هيوفر لك برضو. لان التوم هتعملي بيه كذا مره. لو انت عندك زيت مستعمل حاجه بسيطه، نص كوبايه التوم هيقضيك. يعني احنا هنوفر برضو. بجد روعه. انا بحب اعمل حاجه يعني مش مكلفه، وطبعا اقتصاديه، وتقدري تعملي بيها المواعين. بجد روعه. المكونات اللي فيها اصلا حلوه قوي وبسيطه، يعني احنا حطينا حاجات بسيطه قوي فيها. ان شاء الله تشوفيها في الفيديو وتنول اعجابك. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.